مساء النور، مساء الأنوار، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، فرحانين وزاهيين. جمعة مباركة علينا وعلى الجميع إن شاء الله. كما نعرفوا اليوم الجمعة، لا الجزائريين كامل يديروا أطعام سواء المصفوف ولا طعام بالمرقة. أنا جبت لكم اليوم وصفة تاع طعام مرقة بيضاء بزاف بنين وعسل ما شاء الله. يلا معايا نشوفوا الطريقة والمقادير تاع هذه الوصفة. نبداو على بركة الله. الحاجة اللي حنبداو بها المقادير: عندي زرودية، عندي قرعة، عندي حبة بصل كبيرة، عندي اللحم الجاري تاع الغنمي يجينا بزاف بنين في الطعام، عندي الماشطو يكون شلتها مليح درتها في كاسرونه باش نديرها تغلى، عندي حميصة، وعندي لي زيبيس، عندي فلفل اسود، عندي راس الحانوت اصفر، وعندي القرفة تاع الغبرة. شوفوا انا هنا نورمالمون في المرقه بيضاء نستعمل العود تاع القرفه، ونستعمل لي زيبيس فلفل اسود ابيض. انا ما كانش عندي، استعملت شي اللي كان عندي حتى ان شاء الله كي نخرج نشري كاع واش نسحق. دوك انا ندوزن وتتشوفوا كيفاش راني ندوزن، وميم طون نحكي لكم حكايه تاع لي زيبيس وكيفاش تستعملوهم. هنا شوفوا راني عليت لكم شي الكاميرا باش تشوفوا كيفاش راني ندوزن. انا بعد ما سكرفت هذيك البصل ونحط كامل هذيك المكونات اللي كنت وريتهم لكم. شوفوا بالنسبه للمرقه بيضاء، في المرقه بيضاء نستعملوا كل يوم العود تاع قرفه، قرفه تاع العود وفلفل ابيض. هذه باش تجينا المرقه تاعنا بيضاء وباهيه وتشهي، فهمتوني؟ يعني تاكلوها بالسيف عليكم. كاين مواكل كاع اللي يستعملوا فيهم راس الحانوت في المرقه بيضاء ماشي كامل، تستعملوا الاصفر هكذا، فهمتوني دركا. اما في المرقه الحمراء، في المرقه الحمراء اللي تستعملوا فيها لي زيبيس لي فلفل اسود ولا القرفه، ماشي كاع المواكل، كاين المواكل اللي تستعملوا فيهم القرفه، كاين لا. يعني نقول لكم في القرفه تاع الغبره تستعملوهم وين ديروا طوماطيش، يعني طماطم المصبره ولا طوماطيش تاع الحب، خاطر هذيك الحموريه حتغلب لنا على هذاك الفلفل الكحل والقرفه. وراس الحانوت في كاين اصفر وكاين هذاك الحامق هذاك شويه، هذاك اللي الحموريه هذاك اللي تستعملوه في المرقه الحمراء، ولا في المرقه البيضاء تستعملوا هذاك الصفر. شوفوا على بالكم باللي فلفل اسود ولا القرفه راهم عاديان ما يتفهموش. ولا دخلت القرفه في الطنيجره وتزيدي تاع الغبره وتزيدي لها فلفل اسود، واش راح يصير؟ راح تصرى معركه كبيره والمرقه تاعك راح تكحل. يعني كما قلت لكم القرفه والفلفل الاسود راهم عاديا ما يتفاهموش. على هذه حبيت نقول لكم باللي في الماكله بيضاء، في الوصفه مرقه بيضاء تستعملوا كل يوم كما قلت لكم. هنا شوفوا هنا بعد ما دوزنت كامل ودرت هذوك المقادير كامل اللي وريتهم لكم. كما لاحظتوا السمن ما درتش بزاف، درت حاجه قليله، والزيت كاع درت قص 2 مغارف برك تاع الزيت، ما نكثرش ليدام خاطرش اللحم تاعنا راهم يدم شويه. هنا شوفوا هنا الماشطو درتها تغلى، ما تخلوهاش تغلى بزاف. انا درتها غليه الاولانيه كامل، غير بدات الغليه طفيت عليها النار وخليتها تريح شويه هكذاك داخل في هذاك الماء باش نجوز نصفيها. خليت هذيك اللوبيا حتى تطلق لها شويه. علاش درتها تغلى غليه الاولانيه؟ تطلق لها برك هذيك الصفوريه، خاطر بالكم باللي اللوبيا المشروع كي ديروها في الماء تغلى راح تطلق هذيك الصفوريه تاعها وتقعد لنا هكذاك خضره، خاطرش ولفتو خليتوها تغلى راح تطلق كامل هذيك البنه تاعها. كما قلت لكم خلوها تغلى الغليه الاولانيه ورموها داخل طنيجره باش تكمل تتقلم مليح مليح مع هذيك البصل وزروديه. انا راني درت الملح ما درتوش في الاول، خاطرش كيما نعرفوا كامل باللي الملح هو اللي حيخلي هذاك اللحم يطلق كامل الدم ديالو. من الاحسن حتى تخلوا هذاك البصل مع اللحم يتقلاو مليح مليح باش نضيفوا الملح في النص التقليه. نخلط مليح مليح هذيك الخضره كامله مليح مليح، ونغطيها ونخليها تكمل تتقلى لي مليح مليح. ومن الجهه كما كنت تلاحظوا راني درت كسرونه تاع الماء اللي تغلى باش نضيفها ونمرق بها. هنا بعد ما تقلى لي كلش مليح مليح على قانه على نار قليله، ما تقويوش الفرن باش كل حاجه طيب تتقلى في اليد نتاعها. بعد ما تقلى لي مليح مليح انا درت كما قلت لكم كسرونه. انا بديت نمرق بالغراف خاطرش كسرونه كانت معمره بزاف سينو كنا نرفدها تدفق لي. نقصت بالغراف باش نكمل الكميه تاع الماء. انا درت الماء على قسمه تضغط على ديك الخضره ونضيف الحميصه
باش طيب مع ديك الخضرة. الحميصة أنا في الأول كنت غليتها شوية برك، لازم الحميصة كي نشمخوها لازم نغليوها باش نجوزو نطيبوها، ونجوزو لهنا هذاك الطعام العزيز باش نشمخوه. صرت المبتدئات، شوفوا هنا حندير 2 كيلات تاع الطعام، يعني بول تاع الشوربة درت 2 كيلات تاع الطعام. هنا الطعام هذا مفتول في الدار ماشي اللي مشري. عندي الماء هذا كنت سخنته مليح لي باش نشلل داك الطعام انا هذا مش نشمخو برك هكذاك ولا نشربو، رايحه نشلو على بالنا بلي طعام تاع الدار اللي مفتول. كي نشروه اكو تعرفوا كي يكونوا تواقي محلولين ولا اكو تعرفوا شويه غبار ولا من الاحسن نشلوه مليح مليح ونشلوه بالماء سخون باش يتصفى كامل، ونرمي هذاك الماء هكذا شللته مليح مليح كما قلت لكم بالماء سخون. بعد ما شللته مليح مليح بالماء سخون نوض نخبلو كامله، نخليه يريح ويتشرب لي كامل باش نجوز نفورو الفوره الاولى. هنا كي شمختو خليته كي حليته كامل نجوز نغطيه ونخليه يريح. هنا بعد ما خليته يريح ونشف لي مليح مليح وشرب داك الماء، يعني الماء هذاك رميتو بصح يتشرب الماء اللي كان اللي قاعد فيه يتشرب مليح مليح باش نجوز نديرو في الكسكاس. هنا شوفوا هنا انا ما درتلوش الزيت، غير شمختو بالماء خليته يريح قباله درتو في الكسكاس ونفورو. هنا ما درتلوش الزيت، درتو في الكسكاس درتلو الملح، ما نساوش الملح باش ما يطيبلناش من السوس. هنا بعد ما فار نفرغو كانا في الكسكاس ونحلو مليح مليح ونخليه يريح هكذا شويه باش نجوز نشربو بالماء. جوز هذيك القرعه اللي كنت نقيتها ما ضفتهاش في الاول. هنا بعد ما كي قريب يطيب لي هذيك الخضره واللحم في نص طياب رميت القرعه، بان بلي القرعه راهي ما فيهاش الروح، وكنا نديروها في الاول كامل تروح. انا من انا طيابي كل يوم نخلي فيه قريب كي قريب طيب لي الخضره باش نرمي هذيك القرعه. جس هذاك الطعام درت له كاس 2 مغارف تاع الزيت، ما تكثروش الزيت في الاول باش ما يجيش فيه هذيك الريحه تاع الزيت. درت له شويه تاع الزيت وعندي بول تاع الماء، يعني كما كنت تحضروا البول اللي كنت عمرت به 2 كيلات تاع طعام به اللي درت الماء، يعني درت 2 كيلات تاع طعام في كيلة تاع ماء، خاطرش انا طعام هذا كنت شمختو بالماء سخون. يعني في الاول يعني كان تشرب لي مليح مليح. كي فورتو كي درت له الكيلة تاع الماء جاتني هذاك هو. هنا كي طليت عليه باش نشوف الا مخصوص ولا لا لقيتو هذاك هو مشرب ما بالطبع ما شاء الله. انا نزيد نحلو مليح مليح. انا كان لازم تخلو الطعم تاعكم يريح ويبرد شويه باش تعاودوا تفوروه المره الثانيه والاخيره. هذه هي الفوره الاخيره. بعد ما كيفر نفرغوه في الجفنه نحلو كامل مليح مليح. انا كل يوم نستعمل مغرفه تاع الحطب وهكذاك سخون نغطيه ونخليه يشهد شويه يريح شويه باش نجوز ندير له ليدام. انا ندهنو بسمن، عبالنا بلي مرقه بيضاء تجيب سمن اسمن، ولا كان يحبون ما يدهنوا بالمارغرين، ولا كان يحبوا بالزبده ولا بزيت الزيتون كيما تحبوا. انايا طعم بالمرقه حمراء اللي نديرو بزيت الزيتون، والمرقه بيضاء ندهنها بسمن. يعني الاكل راهو اذواق، كل واحد كيفاش يحب يدهن. نحلو كامل اباكم بلي الطعام يحب كي تحليه باليد ماشي بالمغرفه. الا بديتي بالمغرفه كي يكون سخون بصح من بعد جوزي باليد تاعك. وهذا هو اللحم اللي كنت طيبته، جاني طيب بنين وجاني طري هايل. وهذه هي المرقه اللي كنت حضرتها، جاتني هايله وجاتني بزاف بنينه وجاتني صفيفره ما شاء الله. هذاك راس الحانوت غلب لي شويه هذاك الفلفل الاسود والقرفه. وهذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم اللي كنا حضرناها مع بعض، اللي هي الكسكس او الطعام كل واحد كيفاش يقوله. بزاف بنين هايل كما قلت لكم. اطباق راهي اذواق هكذا. هنا معني نقول لكم الا كانت عجبتكم الوصفه عليكم غير بالجيم والابوني والكومونتير يكون شباب. هنا معني نقول لكم
مع السلامة في وصفة جديدة إن شاء الله. السلام.